العالمين. اليوم مع وسيلة جديدة من النجاة من عذاب الله، ألا وهي المحاسبة. أن نحاسب هذه الأنفس، والنفس معروفة إن هي أمارة بالسوء. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. مين اللي تنول الرحمة؟ الإنسان الوقاف بقى، اللي بيرجع بيتوب، يرجع بإنابة ورجاء وبكاء، توبة. لأن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا كل ابن آدم خطاء. عارف كلمة خطاء دي؟ لو قال لك صاحب خطأ مش هتنفع، يبقى أخطاءه بسيطة، لكن خطاء يعني دائما بيقع في الأخطاء، كناية على كثرة الأخطاء. لكن وخير الخطائون أو الخطائين التوابون، اللي بيرجع ويتوب ويستغفر، سامحنا يا رب، وهكذا. طيب النهارده بقى مع المحاسبة، ان انت تحاسب نفسك على اعمالك، تحاسب نفسك على اخطائك، تحاسب نفسك على تقصيرك، تحاسب نفسك على الذنب اللي انت دايما متعود عليه، او الذنب دايما اللي انت بيروضك. كل واحد عنده عيب، عنده جزئية كده فيها تقصير، عنده جزئية كده فيها عيوب. يبقى انت دايما تحاسب نفسك ان ممكن العيب البسيط ده تتمادى فيه، يوصلك لدرجة او يوصلك لحتة كبيرة، لأن المداومة على الذنب يعني فيها مشكلة كبيرة. فدايما نخلي بالنا ونحاسب نفسينا. الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللغز ده بقى مش اي حد يعرفه. في ناس كتير بتشتغل وعمالة تأتي الشهوات وتقع في المحرمات وتقع في الأخطاء وتقع في الذنوب والكبائر، بيبقى ناسي ان في إله مطلع عليه، وفي ملكين بيأيدوا ويكتبوا كل صغيرة وكبيرة. فخلي بالنا، إن الله خبير بما تعملون، كل أعمالك الله مطلع عليها. وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما عند الترمذي: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. الكيس أي العاقل، من دان نفسه أي من حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت. يعني إيه اللي بعد الموت؟ قبر. طب القبر ده يا إما روضة من رياض الجنة يا إما حفرة من حفر النيران. يعني إيه؟ يعني أخلي بالي، أنا عايز قبر روضة من رياض الجنة ولا عايزه حفرة من حفر النيران؟ طب إيه اللي بعد القبر؟ حياة البرزخ. بعد حياة البرزخ يوم الحساب، الدار الآخرة. يوم الحساب يوم مقداره 50,000 سنة. في ناس مستظلين وآمنين تحت ظل العرش، ثم يدخلون الجنة من أي أبواب الثمانية، في أي باب ينادى عليهم، ثم إلى جنة. في ناس تانية في صريخ وعويل وكرب وهم وغم،
واحتراق من الشمس ثم إلى النار. فدايما الإنسان العاقل اللي بيعمل لهذا اليوم، انت عايز اليوم ده تبقى مستظل تحت ظل عرش الملك، عايز تكون آمن ومطمئن مع الذين أمنهم الله وتكون آخرتك للجنة، ولا عايز ايه؟ خوف وهلع ورعب وكرب وغم وجوع وعطش ثم إلى جهنم. فالعاقل بقى اللي حاطط قدام منه دايما القبر والسكرات، طبعا قبل القبر، وأهوال يوم القيامة، ثم جنة أو نار. فدايما العاقل بيحط الجنة أمامه. والعاجز من أتبع نفسه هواها، اللي شغال ورا إيه؟ ماشي ورا نفسه وهواه. أتبع نفسه، النفس اللي معروفة أمارة بالسوء والهوى. إن لم تؤمن بما جاء به النبي فأنت لست بمؤمن، هكذا أخبرنا صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فالعاجز بقى إيه؟ اللي بيتبع نفسه وهواه. شغال بقى، عيش يومك يا عم، خلينا ده هي دنيا، انبسط، فرفش، لف سجارتين يا عم، خلينا نعلي وننسى الهموم. هو ده اعتقاده. مهرجانات، أفلام، مناظر عاهرة، شغال في محرمات، أي حاجة نفسه بتأمره بها أو هواه هو معاها. وفي ناس بقى بتتمنى على الله، يعني إيه يا عم ربنا يرحمنا، يا عم ده ربك كريم، رحمته وسعت كل شيء. مش في ناس كده؟ يا عم لازم تصلي، لازم تصوم، لازم تقرأ قرآن، لازم تكون مع أهل القيام. لا لا لا، هو ربك رب قلوب. لا في القرآن بيقول ورحمتي وسعت كل شيء. طب ما تكمل الآية: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين اتقوا والذين هم محسنون. هي الرحمة لمين؟ لأهل التقوى وأهل الإحسان، اللي كانوا شغالين مع الملك، اللي شغالين مع الرحمن. دول ليهم ذنوب وسيئات، رحمة ربنا بتعمهم لأن هم كانوا في طاعة لله في الأساس. طيب، صور سريعة عشان احنا يعني لازم نذكر نفسنا الأخيرة دي أحبابنا الكرام، ولازم تتهم نفسك مهما إن كنت من أهل الطاعة، مهما كنت من أهل الصلاة والصيام والقيام والصدقات، لازم تتهم نفسك. لأن في بعض الناس يا عم طالما أنا قلبي أبيض ونضيف، ما أنا مش قلقان من حاجة، أنا طالما بصلي ال5 فروض في المسجد يبقى شكرا،